صباح الخير يا جماعة. طبعا كلنا بقالنا يومين يعني متابعين خبر سوزي الأردنية، وإن هي اتعاقبت واتحكم عليها، يعني اتعاقبت عقاب شديد قوي 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 بجد يا جماعة. أنا زعلانة عن البنت دي، زعلانة قوي بجد. أنا بحبها، هي طيبة وعلى نيتها وربنا كرمها من اللي هي شايلاه. هي مش شايلة قليل، ولما طلعت قالت كده الله اعلم كانت بتمثل ولا لا، بس دي فلوس هي حوشتها بتعبها وشقاها، وكانت بتنزل من وهي صغيرة تقف في الشوارع عشان تبيع اي حاجة عشان يعني تتكفل بنفسها، ولو تقدر تساعد في البيت واخواتها وهكذا. فالبنت دي طلعت في بيئة صعبة جدا، فربنا كرمها وفتح عليها. ولما عملت الحركة دي وتعاقبت اول مرة وخلاص القضية دخلت يعني ان اتعملت لها وكده، قالت خلاص يا جماعه انا اسفه وهتغير، وفعلا اتغيرت. فليه بعد ما الانسان يبقى يتغير ويكون انسان احسن وربنا يكرمه وربنا يفتح عليه في حاجه احسن ويكبر اكتر ويشتغل اكتر ويحسن ويطور من نفسه اكتر، ليه في الاخر بعد ما هو شاف التغيير في نفسه وبدا يحس، ليه احنا بعد كل ده نقوم هادمينه ونرجعه لنقطه الصفر تاني؟ يعني دي طفلة يا جماعة، عيلة عندها 18 سنة 18 سنة تقضي سنتين من حياتهم في السجن علشان كلمة. ليه؟ حرام. انا كان نفسي بجد القاضي يجيبها كده ويقول لها يا سوزي ولا يا مريم، هي اسمها الحقيقي مريم، ويقول لها انا شفت التغيير اللي حصل حواليكي، ده انذار كده، قرصة ودن. لو ما عملتيش او التزمت تاني او جالي اي حاجة منك تاني لا تلومن الا نفسك. سوزي دي هتخاف على نفسها جدا جدا، وهي اصلا جبانه جدا جدا جدا، فهتخاف على نفسها وهتخاف على مستقبلها وهتخاف على شهرتها، وهتحاول تغير من نفسها اكتر واكتر واكتر علشان ما تتعاقبش. يا جماعه البنت دي شايله كتير وشايله مسؤوليات كتير، شوفوا فرحتها وهي قاعده بتجيب الهدايا ومامتها وكل ده. يا جماعه هي مش ذنبها لما قالت الكلام اللي هي الشارع اللي ورا ده مش ذنبها. لما والدها اللي هو مسؤول عنها ياخد فلوسها اللي هي تعبانه فيها عشان تتعالج فيها ويعمل بيها حاجه، يعني هي مش بتقول له والله بتشتكي من قله المصروف او انت بتديني مصروف قليل، لا دي فلوسها حقها. تخيل كده انا اخدت فلوسك وحقك اللي انت تعبان فيه وما جبتوش بالسهل وجبته بصعوبه عشان تصرفه على علاجك، في الاخر يقول لك لا والله انا مش عارفه اديته مش عارفه والله مش متذكر الموقف. ومفروض بقى لو حضرتك هتعاقب سوزي تعاقب كل واحد استخدم الساوند بتاع سوزي وعامل ترند عليه، مش معنى هم يستغلوها ويطلعوا ويجيبوا مشاهدات وهي في الاخر بسبب ان هم عملوا الكلام ده كله واحد عمل فيها قضية وهي هتتعاقب، والمليار ولا المليون واحد اللي استخدموا الساوند دول عادي يعملوها فور فن، لدرجة ان البنت دي طلعت ترند في مسلسل العتاولة بتاع احمد السقا وبتاع مي كساب وبتاع طارق لطفي. يعني حتى المسلسل بتاع العتاولة في رمضان 2024 جابوا كلمة سوزي الشارع اللي ورا، ومي كساب قالت الله يسامحك يا سوزي. فيعني حتى الترند طلع في المسلسلات، فليه بقى نعاقب البنوتة؟ فأتمنى قضاءنا العادل جدا اللي فيه رحمة وإنسانية وعدل طبعا إن شاء الله الحكم ده ما يتنفذش فيها. عاقبوها يعني، خدوا الفلوس مش مهم، بس بلاش والنبي السجن، بلاش تضيعوا مستقبلها والنبي. البنت والله بتتغير جدا، البنت مش بتلبس لبس مبتذل، لا البنت بتلبس لبس محترم، البنت عندها مسؤوليات كتير اخواتها وامها وحتى ابوها. البنت بتتغير، البنت كانت طالعه عمره، البنت خلاص مستقبلها رايح في حته ثانيه، فالنبي ساعدوها والنبي ما تسيبوهاش. وان شاء الله باذن الله انا واثقه في القضاء بجد 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 اكيد هيرقف بيها باذن الله، ويكون دي قرصة ودن سوزي. خليكي في التغيير اللي انت فيه، ما ترجعيش للطريق والكلام اللي انت كنت فيه تاني. انت شفتي نهايته ايه؟ نهايته يعني نهاية مستقبلك. فركزي يا سوزي في اللي جاي، اشتغلي على التغيير، اشتغلي تكوني نسخة احسن من سوزي القديمة. حاولي كل يوم سوزي تكون في خطوة جديدة، تغيير جديد، طريق تغيير بقى، شخصية جديدة لسوزي تبقى قدوة للناس. سوزي بتاعت الشارع اللي وراه
لسوزي إنسانة ناجحة، إنسانة محققة أهدافها، إنسانة شايلة مسؤولية إخواتها وأمها، وشايلة مسؤولية أبوها، وشايلة مسؤولية بيتهم. نفسها تجيب الدنيا كلها تحت رجليهم كلهم، وهي ده بتعمله وهي لسه بنت 18 سنة، وكمان بتدرس، وإن شاء الله تنجح في دراستك وتخش الجامعة وتتخرجي وتبقي قدوة للجميع، ويشوفوا بعد كام سنة سوزي اللي انتوا كنتوا هتحبسوها من الحبس بقت نسخة تحفة جدا. أي حد يتمنى يبقى سوزي. ايد القرار في ايدك انت يا سوزي، ان شاء الله تقدري تعمليها، وانت كنت اولى خطواتك خلاص التغيير، وان شاء الله قضاءنا العادل هينصفك بامر الله، مش هتتحبسي بامر الله، بس التغيير ثم التغيير ثم التغيير. وان شاء الله كلنا منتظرين القرار الجديد من قضاءنا العادل، وباذن الله منتظرين النسخه الجديده من سوزي، ونقول باي باي سوزي بتاعت الشارع اللي ورا. بس كانت دعواتكم لسوزي يا جماعه، بجد يا بنت زي العسل، وانا بحبها جدا جدا جدا، وربنا يكرمها يا رب في اللي جاي. البنت دي جدعه قوي وشايله حاجات كتير، ربنا يوفقها ويكرمها، وعامله حاجات والله رجاله بشنبات مش قادرين يشيلوا المسؤوليه اللي البنت اللي عندها 18 سنه وبتقول انا بشتغل من وانا عندي 14 سنه، يعني من وهي اولى اعدادي حلوه كده نزلت تشتغل عشان تجيب فلوس وتصرف على نفسها. في رجاله كتير قاعده على القهاوي وبتاخد المصروف من بابي علشان مش لاقيه شغل، ما بيدوروش على شغل. البت دي كافحت وعفرت عشان توصل اللي هي فيه، فده كرم ربنا. فبالله عليكم ما تستكتروش كرم ربنا وفضل ربنا ونعمه ربنا عليها. بس كده، ربنا يكرمك يا سوزي، وان شاء الله تكملي في طريقك وتوصلي لمراتب اكبر واكبر، وتكوني نسخه احسن من سوزي القديمه. يلا باي باي.